وعبر برنامج الجوله الواحد يكون في هذه اللقطه بكل تاكيد. نشوف الاعاده، نشوف اللقطه الماضيه، نشوف لو يقرب المخرج على مسكه المسالين للكره. خلينا نشوف اللقطه الماضيه، هو خطفها قبل انه يمسكها طبعا الحارس. او تسلل، ما في تسلل. اذا هو احتسب على مخالفه انه لعب خطره من المهاجم على حارس المرمى. حارس المرمى يطلع يقول انا اعتذر الخطا، انا ارتكبت غلط. هذا الشيء الوحيد اللي مبرر. لاحظ الان الكره، لاحظ الان نكمل. لعب الكره ولم يقرب يد حارس المرمى نهائيا. نحب بطاقه صفراء ايضا فيها الدفع. لاحظ والله حتى هذه فيها دفع. الدفع موجود. لا يعني ما بدي امشي يعني. لا اقول لك ما تمشي. اقول لك شيء ابو بدر، هو لو احتسب واحده من الاخطاء اللي في الدقيقه 90 ما كان في اشكاليه يعني. هذه نرجع باللقطات. لاحظ هذه الحاله، الحارس سوى جاي يلعب الكره او لعب الكره، لم يلعبها بشكل صحيح وارتطمت في المهاجم وراح دافع المهاجم. اذا مفترض تحتسب ركله جزاء. صراحه ابو فهد، يعني مع احترامي للكابتن عمر منا، انت تتفلسف. يعني انت عارف الحكم هذا عنده ازمه نفسيه مع، يعني في تازم بين النصر واسم الحكم، تروح تحطه يعني عناد. انت كانك هو عناد يا ابو بدر، هي عمليه ابو فهد بالعقل، ما نضحك على